بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي حقيقة علمية في علم الاقتصاد بتقول إن مصر كان عندها أكبر غطاء نقدي في العالم لمدة أكتر من ربع قرن، من سنة 1926 لغاية 1953. 4 جنيهات كانت بتساوي 1 أوقية ذهب. حاليا أوقية الذهب بقت بأكتر من 4000 دولار. نضربهم بقى كده في 50 ونشوف الجنيه راح فين. أنا يعني بس مجرد إن أنا جالي يعني خطر في ذهني حاجة لطيفة جدا. الكلام ده على فكرة بعد كمان ما إنجلترا خدت الفلوس من مصر في الحرب العالمية الأولى والتانية، خدت مننا ملايين الجنيهات، علشان طبعا هي كانت في الحرب الأولى والتانية، ولغاية دلوقتي احنا لا طالبنا بيهم ولا يعني المهم. ومع ذلك فضلت برضو أكبر غطاء نقدي، وعلشان كده هم رجعوا تاني سنة 56، بس يعني يا دوبك بعد سنتين من بعد ما مشيوا. ماشي. طيب هنفترض جدلا إنه مصر كانت فضلت بهذا التفوق الرهيب في الفلوس لغاية دلوقتي، كان إيه اللي هيحصل؟ أنا متأكدة إن كان هيحصل زي موضوع جرينلاند وموضوع أي بلد فيها بيخطفوا منها بترول زي العراق مثلا وكده. يمكن ربنا أراد إن احنا نبقى في الوضع اللي احنا فيه ده. ودلوقتي طبعا احنا لازم نحمي قناة السويس والسد العالي، لكن لو كان الوضع زي زمان والموضوع وعندنا كل ذهبنا وكل ثروتنا، دول كانوا دخلوا دمرونا يعني الحقيقة، وما كانش يعني مش هيحسوا بأي حاجة ولا ذنب ولا حاجة. فربنا يحمينا وتستمر مصر دايما المحروسة.